السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ ريم أو ريمز كيتشان. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بلبولة بالشعير اللي كتجي لذيذة بزاف وكتجي صحية في نفس الوقت، ومكونات اللي هما بساط وموجودين وكذلك صحيين. فان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون على الاعجاب ديالكم، فبقوا معايا تشوفوا حتى الاخير وفرجة ممتعة. غادي نحتاجو في المكونات 3 حبات من الطماطم اللي كيكونوا متوسطين في الحجم واللي خليتهم بالقشره ديالهم غير غسلتها فقط. وكذلك غادي نحتاجو الحبه من البصل اللي قشرتها من قبل، ومن الافضل البصله الحمراء فكتكون مفيده للصحه ديالنا اكثر. وغادي نحتاجو ربطه ما بين القزبر والمعدنوس اللي غسلتها من قبل واستقطرتها، و4 فصوصه من الثومه. وغادي نحتاجو ايضا نصف كاس عنبه ديال زيت العود او زيت الزيتون، وممكن تستبدلوها غير بزيت العاديه او زيت نباتيه. وغادي نحتاجو الكميه من الحلبه، واحد نصف ملعقه صغيره غير حبيبات ماشي بزاف، وايضا 125 غرام من البلبوله ديال الشعير. هذا هما المكونات. نمشيو لطريقه التحضير. غادي ناخدو في الاول واحد الطنجره، غادي نضيف لها زيت زيتون او زيت العود، غادي نقطع فيها طماطم بالقشره ديالها، يعني غادي نقطعها الى قطع صغيره بهذا الحجم، وممكن تقطعوها غير على 4. فانا في الاخير غادي نطحنها بالميكسر، يعني ما يحتاجش نقطعوها يعني قطع صغيورين. غادي نضيف لها ايضا حبه من البصل حتى هي غنقطعها الى قطع غير عشوائيا، وغادي نضيف 4 فصوصه ديال الثومه، وغادي نضيف ايضا الربيع يعني قزبر والمعدنوس. فانا هنا كما قلت لكم من قبل فانا غسلته قبل واستقطرته، عاد قطعته الى قطع غير كبارين هكذا. ففي الاخير غادي نطحن كل شيء. وبالنسبه للتوابل فانا غادي نستعمل ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، وملعقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، وغادي نضيف كميه من الملح على حسب الذوق كتبقى دائما. انا هنا ضفت ملعقه صغيره على حسب المرق اللي عندي، ممكن تضيفوا ممكن تقلوا يعني على حسب الكميه اللي عندكم. وانا ضفت ايضا واحد القريصه ديال زعفران الحر، وغادي نمرق بواحد الكاس ديال الماء. غادي نخليها من فوق النار حتى تغلى ليا واحد نصف ساعه، عاد نطحنهم بالميكسر. في هذا الاثناء كناخذ البلبوله ديال الشعير، كنديرها في واحد الاناء وكنضيف ليها كميه من الماء، يعني واحد يعني بعبار عينيكم غير كميه. كنغسل فيها هذيك البلبوله مزيان مزيان، كنتخلصوا من دوك الزوائد اللي ما كنحتاجوهمش فيها، كيترصاو لينا من الفوق. ومن بعد كنصفيوها وكنضيفوا كميه من الماء المره الثانيه. من بعد ما كنصفيوها كنديروا نفس الطريقه، كنغسلوها وكنضيفوا عاود المره الثالثه حتى كنتخلصوا من جميع الاوساخ اللي كيكونوا فيها وحتى النشويات، فكنتخلصوا منهم في داك الماء. فكتبقى لنا غير يعني البلبوله فقط، وصحيه كذلك في نفس الوقت. من بعد في هذا الاثناء بالنسبه للتشليله الثالثه فانا غادي نخليها فيها في الماء حتى لواحد 10 دقائق، عاد غادي نصفيها في نفس الوقت غادي ترطاب لينا. في هذا الاثناء كتكون العناصر الاخرى طابت من فوق النار، فغادي نطحنها بالميكسر ديال اليد او لا في كاس عصير او اللي كان متوفر عندكم. فانا خديت هنايا هاد الطحانه، فغادي نطحن فيها العناصر كاملين، ومن بعد نضيفهم للطنجره اللي كنت طيبتهم فيها من قبل. كنخلي الطنجره من فوق النار لمده ديال واحد 10 دقائق ما بين الماء، يعني غلات لينا. وغادي نضيف ليها الحبات ديال الحلبه بهذا الشكل ونخليها من فوق النار. وفي هذا الاثناء ناخذ شويه من المرق اللي يكون سخون باقي سخون وغليان، وغادي نضيف ليه ملعقه كبيره ديال الطماطم المصبره اللي تعطينا اللون لهذا المرق، ونضيفهم للخليط ونخليه من فوق النار حتى يغلى ليا مزيان مزيان.
وفاش يوصل لدرجة الغليان عاد نضيف ليه البلبولة ديال الزرع اولا الشعير ونخليها من فوق النار. فهي في الساعة كطيب لينا بسرعة، ما كتاخدش معنا الوقت. كنخليوها غير من فوق النار بلا ما نسدو عليها، غير هكذا، وكنبقاو مره نحركو حتى كتتقال لينا وتتختر بهذا الشكل هذا فاش كتوجد. وكنقدموها مع طبق اللي كنفضلوه، سواء تمر اولا شريحه اولا اللي كان متوفر عندكم. ممكن تاكلوها غير هكذا، وممكن كذلك في نفس الوقت تضيفوا لها شويه ديال الزعتر اللي يكون مطحون، يعني بودغ او بودرة الزعتر، فكتجي رائعة لذيذة فيها بزاف. ولكن بالنسبة للبنات اللي حاملات فماشي ضروري تضيفوا الزعتر، فخليوها غير هكذا. فهي صحية، يعني فيها الحلبة، فيها غير المكونات اللي اساسيين الصحة ديالنا. وان شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم، فهي كتجي خاترة بهذا الشكل وكتجي رائعة ولذيذة وكتعطي كمية كتيرة ما شاء الله. وإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم فبارطاجيوه مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وما تنسونيش بلايك والتعليق لكي يدعمني دائما. وشكرا على المتابعة، وإن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون لإعجاب ديالكم. وما تنسونيش بتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد للوصفات ديالي. ونتلاقوا في فيديو آخر وفي وصفة أخرى إن شاء الله، وإلى اللقاء ومع السلامة.